قلت لك بعد ما وصل، لما يوصل بخبره. يا سيد ابو خليل ما تقولي شو اعمل وما تلح علي عشان هذه شغلتي وانا بعرف شو اعمل وخلص افهمت. ويا سيد ابو خليل ما تفكر بنات الناس لعبه، واذا كان ابو علي صاحبك الحمد لله هي وصل. يا ابو علي طالبينك للضروره. يا ديدي من الباب غطاك، مش شايفه نفسي مقطوع. اي الله وكيلك وانا طالع على الدرج زي التراكتور اللي طالع السنة ده قاعد بقطع. شايف محلها الضحكة. تفضل يا قرع. شو اخذنا الكلام؟ نسيت المكالمة؟ شو مالك؟ تفضل. اي هو يا ديدي اللي بيشوفك بنسى التلفون بس، اي بنسى حاله كمان. وهلقيت لو سمحتي تعملي لنا فنجانين قهوه من ايديكي هالناعمين الحلوين عشان اشرب انا وحبيبنا وقريبنا هالقرع. ولا يهمك يا ابو علي. تسلمي لي. الو مين؟ ابو خليل؟ يا ميت اهلا وسهلا. بدك الصراحه يا ابو خليل لما تاخرت عليا الفال لعب في عبي. لا طب ما انت عارف انا زلمه مشغول كثير وعندي اشغال كثيره. لا 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 اسمع لما اقول لك الصحيح. انت هيك بعرفش ايش مالك اليومين هدول. ابو خليل بطوله وعرضه ما قدرش يشتري لي الا 26 صوت. ظاهر عليك ما فتيت منيح يا ابو خليل. فت يا حبيبي، ما احنا كله راح نطلع قده 100 مرة. والحلاوة الكبيرة بعد النجاح الكبير. لا لا اسمع، انا زلمة مشغول ومش فاضي. اي شغل بتعمله بتخبر السكرتيرة. ماشي؟ يلا مع السلامة يا ابو خليل. يلا يا حبيبي. يا ديدي وين القهوة يا ديدي؟ وين القهوة؟ لساتها على النار يا ابو علي. طيب في حدا اجاني؟ اجاك بس ابو ابراهيم وبقول لك اني بدبر لك 75 صوت من عيلته و125 صوت من عيلة نسايبه. بقول لك دبر له شوية فلوس. هي بتكرم عينك انت وابو ابراهيم، هي على عيني. والغير بتدخلي القهوة جوا. بدي احكي مع هالقرع كلمتين لحالنا هيك. يلا قوم يا قرع. يا ميت اهلا ويا ميت وسهلا، نورت المكتب. انا بدي افهم ليش جايبني هنا انت؟ ايش اللي بدك اياه مني انت؟ طب خلينا نشرب القهوة اول وبعدين بنتكلم. يا ديدي ديدي وين القهوة يا ديدي؟ اصبر علي شوي يا ابو علي انا جاية. تفضل يا ابو علي. تسلمي لي. تفضل. اشرب اشرب الدغري وبدون لف ولا دوران وبالعربي الفصيح. اشي هيك سبحان الله. لله في لله حبيتك لانه عليك راس مغري. اسمع لو سمحت ردني من المطرح ما جبتني. اقعد بس اقعد اقعد. تفهمنيش غلط وطول لي روحك بس علي شوية. انا في عندي فكرة. فكرة ايش؟ خلصنا يا رجل. انت عارف انه احنا في عنا انتخابات. كملش. اسمع انا بالنسبة لي مش بنتفق، ولو سمحت وديني من المطرح. يا عم طول روحك بس شوية. انت
بتسمعش المثل اللي بيقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة؟ هذا احنا في درس سواقه صرنا. يلعن تلابيسك كمان بتنكب. احكي بسرعه وخلصني. بس طول روحك عليا، انا زلمه بدي اعمل شويه دعايه بس. وليش دخلني في الموضوع هذا؟ ما هو انا ابو علي اللي مرشح حاله للانتخابات، وبالعربي يعني الصحيح انه انا بدي استثمر راسك. احترم نفسك. ايش انت بتفكر انت الناس مسخره عندها؟ هذه فيها مصلحه وفيها فلوس كثير وراح تربح مصاري كثير. يا سيدي تجارتك خسرانه لانه انا مخي هالقد صغير. وهي المطلوب. فهمني انا ايش اللي بدك اياه مني؟ ايش اللي بدك اياه مني؟ فهمني ليه جايبني هنا؟ كل اللي بدي اياه منك اخطط على راسك كلمتين تنتين انتخبوا ابو علي. هذا صحيح انت ما بتستحي ولا تحترم نفسك. احترم نفسك بقول لك. اسمع، بدي اعطيك 1000 دينار، كل دينار ينطح دينار. ولا 2000. خليهم 2500. خليهم 3. 3 اتفقنا. ابو طلعت حبيبي يا ابو طلعت، مشتاق لك. اسمعها، بديش اوصيك. الله يخلي لي اياك. بتحشد لي اصوات نسايبك وحبايبك وكل اللي بتمون عليهم. اسمع. الله يخليك، اوعى تنسى هيدوني اصواتهم في الانتخابات. والك علي اول ما انجح اوظف لك الولدين الزغنونين حبايبي. الله يخليك. وكمان فوق هذا وهذا حلوان النجاح نبعث لك شاحنة مواد غذائية. عم فلفل ولك انا قديش قلت لك ما تطلعش علي ولا بحكي مع الناس ولا تخش المكتب. انت ما دريتش في واحد اقرع في الشارع قاعد بفر، وبعدين ايش عاملين لك اياه فرجه كاتبين له على بورته انتخبوا ابو علي. اسمع، امشي هات لي اياه، تحيل عليه باللي بتفهمها، هيك ولا هيك ولا هيك، المهم غفل لي اياه هذا الاقرع من وسط البلد وجيب لي اياه لهان. اجيب لك اياه؟ حاضر على راسي، انا جايبه حاضر. الو، هيك انقطع الخط. ناس مش متعودة على النظام، ناس فوضجية. يا ام احمد، تعالي لي يا ام احمد، عاوزك بموضوع. تعالي. اهلا ام احمد. على فكرة في سواق واقف برا ومعه واحد شكله هيك مش ولا بد. بهالخصوص انا بعت لك. كيف يا ام احمد بتسمحي لحد يدخل علي المكتب؟ برستيجي يا ام احمد ولا نسيتي؟ بس انا ما دخلته يا استاذ. ها؟
يعني مش قبل بشوي داخل علي السواق على المكتب ولا احم ولا دستور. يلا يا ام احمد صحصحي معي وخليكي فلفله محتاجينك هاليومين مضغوط. اسمعي دخليه هذا دخليه خليه يدخل اللي شكله مش ولا ابوه. ايوه وبعدين صحصحي لي انت الله يخلي لي اياكي. عدي برجلك اليمين عدي. فريت لك كل البلد لما جبته يا عم فلفل. هيو مش قلت لك اقرع فرجه. جدع سيبنا هالقد امشي انت. حاضر على راسي على راسي. موت يا عم فلفل. ابعد الشو عنك. وين تموت يا عمي؟ لسه عاوزك بدي اياك لازمني. بديش اطول عليك بالحكي. ابوك اجاني في المنام وقال لي اسمع يا حبيبي يا غالي يا فلفل. حبيبي يابا. القصه وفيها يا بنيه بديش اطول عليك. ابوك صاحبي حبيبي الله يرحمه اجاني في المنام وقال لي يا فلفل يا حبيبي. قلت نعم. قال لي أمانة الله تقنع ابني يمسح حواسه اسم ابو علي ويحط اسمك يا حبيبي يا فلفل. الله يرحمه حبيبي يابا حبيبي. بديش اطول عليك بالحكي. ابوك اجاني في المنام وقال لي اسمع يا حبيبي يا غالي يا فلفل. حبيبي يابا. القصة وفيها يا بنية بديش اطول عليك. ابوك صاحبي حبيبي الله يرحمه اجاني في المنام وقال لي يا فلفل يا حبيبي. قلت نعم. قال لي أمانة الله تقنع ابني يمسح حواسه اسم ابو علي ويحط اسمك يا حبيبي يا فلفل. الله يرحمه حبيبي يابا حبيبي يابا حبيبي يابا. وقال لي هذه أمانة يا فلفل بديش أوصيك. أمانة ها بتقولها لابني. الأمانة ما قدرتش الجبال تحملها. قلت له من عيني الله يرحمه حبيبي يابا. بكفي. ابوك صار له 135 سنه. خلينا في اللي احنا فيه. صحصح معي صحصح. ها ايش قلت في اللي بيقوله ابوك؟ كلام ابوي على عيني وراسي يا عم فلفل. ايه يعني موافق؟ بس ياكل عينك. بكفة بس موافق ولا لا؟ بس ابو علي. ازعل ابو علي بسيطة. اسمع بفشخ راسك نصين. نص بتخلي عليه ابو علي والنص بتكتب اسم فلفل حبيبك في الواجهة. ايش قلت؟ يا حبيبي يا ابو علي انا بدي اموت والحق ابويا. خلاص عاد بكفة تعيط لك علي. نص الغضب اللي مثل غضب الاموات عاطل يا بنية. بديش اقول لك غضب الاموات عاطل. اما ابوك حيغضب عليك انت بتاخد نص الغضب وانا بشيل عنك النص الثاني. وإلك علي اول ما يجيني في المنام اقنع لك اياه في الحلم. ايش قلت؟ موافق. اتفقنا. يبقى اتفقنا حبيبي. ايه ابو علي ايهو ابو علي فضفض لي. بس يا عم فلفل هذا راسي مش راس ابو علي مالك تضربني. ايه طب شيله هيك وحطني انا في الواجهه. خليه هاد ما حدش يشوفه. هاد بديش اوصيك اتفقنا. بس بدي تبحبحها معايا شوي. بدي افتلك. انا ليه سموني فلفل؟ ما انا ابو الفلفل يا عمي. ولا يهمك